الكلام اللي انا هقوله ده هيزعل ناس كتيره قوي، وده لاني هفضحهم قدامكم. من كام يوم كده نقابه الاطباء وقفت دكتور معروف جدا لمده سنه عن العمل، وده بسبب ان هو كان بيوصف ادويه ومنتجات غير مصرح بيها، من الاخر كده تحت السلم. فبمناسبه الواقعه دي انا شفت بعيني المنتجات اللي بتتصنع وبتتعرض عن طريق دكتور معروف زي ده، او على السوشيال ميديا او على التلفزيون او ايا يكن، بس شهاده تحاسب عليها قدام ربنا. الحاجات دي كلها بتتعمل تحت السلم، وممكن معظمها كمان ما يكونش مصرح بيه. وفي حاجه تانية انا مش عارفه ينفع اقولها ولا لا، بس هقولها وربنا يستر. في ناس كتيره مشاهير، بلوجرز، انفلونسرز، ناس كتيره قوي بيطلعوا يعلنوا المنتجات، بيطلعوا يعلنوا عنها بس لان ده هو ده شغلهم. مش معناه ابدا ان المنتج ده ممكن يكون حلو، ممكن يكون كويس مع حالتك، ممكن ان هو يبقى مناسب معاك. فما تخلوش اي حد يضحك عليك، واي حد بيعاني من اي حاجه يروح يكشف. لكن الحاجات اللي بتظهر والاعلانات اللي بتتعمل لمنتجات احنا ما نعرفش مصدرها ايه، ومعظمها زي ما قلت لكم انا شفتها بعيني، حاجات تحت السلم بتضر اكتر مش بتفيد. ولو ما ضرتش مش هتعالج غير لو دكتور كاتبها فعلا ان دي الحاجه اللي هتعالج حالتك. الناس غلابه جدا، اي حد بيعاني من اي حاجه اول ما بيشوف لها اعلان او ان هي بتظهر كتير بيفتكر ان هي دي حاجه كويسه وبيجري يشتريها. بس الكارثه ان ممكن الحاجه دي تضره اكتر ما هي ما هتنفعه، وتدخله في مشاكل تانية اكبر بكتير. ومش هضحك عليكم، كل الحاجات دي بتبقى معموله سبوبه مش اكتر. فاتمنى ما تخلوش اي حد يضحك عليكم.